هدفين أحمد السيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا أنقذوا محمد صبحي من جمهور نادي الزمالك، لأن بالفعل الهدف اللي دخل في محمد صبحي من الضربة الثابتة من كريم منبو كان ممكن خلى جماهير الزمالك زي ما تقول على محمد صبحي. طبعا احنا عارفين ان بيراميدز حاليا بتتكلم مع محمد صبحي، وفي كلام شبه اكيد ان محمد صبحي لا هيمضي لبيراميدز. اذا جماهير الزمالك كانت هتحفل على محمد صبحي لو النتيجه طلعت 1-0، ولكن هدفين احمد السيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا انقذوا محمد صبحي. في طرد عواد القانون واضح، انت دخلت دخله عنتريه او متهور على المهاجم حتى لو ما لمستوش اذا فاول عليك، تمام؟ اذا مفيش حد وراك يبقى طرد على طول مباشر. ليه؟ لان خلاص هو والجول. انا شفت الحكم وهو بيطرد عواد متاثر جدا، ولكن القانون لو ما نفذوش ممكن يتوقف مباراه او 2. لذلك خنق لعيبه البنك، وقف لهم على الواحده عشان خاطر يطرد لاعب تاني، وبالقانون وقف للعيبه البنك الاهلي على الواحده عشان يطرد واحد منهم، وبالقانون وفعلا بالقانون طرد واحد من لعيبه البنك الاهلي، مما سهل المأموريه على شيكابالا انه يجيب الهدف في مرمى ابو جبل. ابو جبل كان متميز جدا، الهدفين ما يسالش عنهم بتاتا. البنك الاهلي كان ند نادي الزمالك، ولكن الطرد اثر عليه. طرد عواد من الزمالك ما اثرش على الزمالك، انما طرد لاعب البنك الاهلي لا اثر على نادي البنك الاهلي. لذلك بنقول للعيبه ما تلعب ملتزم وانت فايق وانت فايز 1-0. ايه اللي ينرفزك جنب الحكم بالطريقه دي؟ ايه اللي يخليك انت تتكلم كلام ممكن الحكم يمسكه عليك؟ والحكم انت شايفه هو بيطرد عواد متاثر جدا، لولا القانون ما كانش يطرد محمد عواد. طردك انت، اتلكك لك انت وطردك بالقانون. شفت بقى؟ عواد القانون اجبره انه يطرده، لكن انت اتلككك وطردك بالقانون، يبقى انت اللي خسران وخسرت فريقك معاك. مجمل كلامي حازم امام شغال على سوشيال ميديا، الزمالك راجع الزمالك راجع الزمالك راجع. على فكره حازم امام انت من 2-3 بتتكلم بنفس اللغه دي، الزمالك راجع الزمالك راجع. اتحداك الزمالك مش هتنافس الا غير محلي فقط الموسمين القادمين، انما حازم امام كلامك ده كله ملهوش اي معنى، لانك انت فاهم وضع فريقك وفاهم اداره فريقك وفاهم ايه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك. اذا نادي الزمالك النهارده اي مباراه يفوز فيها مش هيقنعني. على فكره الهدفين هدفين فرديين، بمعنى مفيش جمله حلوه او تكتيك حلو اتعمل جه فيها جول. 4 أهداف ارض صدام ما فيهمش جمله حلوه، لا فيهم لعب سمك لبن تمر هندي هوب جول، ما فيهمش تكتيك واضح من اسوريو. لا، اللي واضح لنا ان الزمالك حاليا بيلعب بتهور في المباريات من حماس الجمهور الزائد عليهم، لانهم هم خايفين من الجماهير الولاد، اساسا خايفين من الجماهير. اذا بيعنفوا اللعيبه جوه الملعب، وتعنيف اللعيب ده جوه الملعب سلاح ذو حدين، يا اما جه ايجابي يا اما جه سلبي على نادي الزمالك. حازم امام ريح نفسك، ما تتعبش نفسك، الزمالك مش هينافس الا غير محليا فقط. بالنهايه اتمنى من الله الفيديو ينال اعجابكم والاشتراك في القناه. من اسوان بحييكم.